تكنولوجيا تكنولوجيا، والله الواحد ما بقى عارف التكنولوجيا دي واخدانا على فين. زمان كان الواحد يدخل الجامعة في القاهرة علشان يتواصل مع أهله في البلد يبعت لهم تليجراف، ويقعد أيام على ما يوصلهم الجواب بتاعه، ويستنى أيام تانية لحد ما يوصلوا رد منهم. طب ودلوقتي؟ لا يا عم، دلوقتي الوضع اختلف. دلوقتي انت بتبعت المسج ويوصلك الرد في أقل من ثانية، لا وكمان ممكن تسمع صوتهم وتشوفهم كمان. وكل ده من خلال حتة حديد على رأي أجدادنا كده. بص يا صديقي، هاخدك معايا في رحلة صغيرة كده نشوف فيها ازاي اتطورت حتة الحديدة دي وبقت بالذكاء. يلا مستعد؟ الحكاية كلها يا سيدي بدأت عند عم كرامبل. كلنا عدى علينا الاسم ده واحنا صغيرين في المدرسة، بس مر علينا مرور الكرام كده. احنا كنا نحفظ اسامي المخترعين يعني ولا نستعد لحصة الالعاب. المهم عشان ما اطولش عليك، عم جرامبل ده قدم لنا خدمة كبيرة قوي واخترع لنا التليفون. انهي تليفون بقى؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. بص يا سيدي، هو صاحب فكرة التليفون عموما يعني. اصلا التليفون ده اتصنع مرورا كده بدايه باللاسلكي لغايه التليفون اللي في ايدك دلوقتي اللي بتسمعني منه. الراجل بقى ده للفضل في ان هو اتصنع عموما. هو سنه 1876 حصل على براءه اختراع للهاتف، وده عن طريق انه اعتمد على نقل الصوت باستخدام الطاقه الكهربيه، وكان عن عباره عن جهاز يعني استقبال بسيط، وجهاز ارسال بسيط تاني، ومن بينهم شويه سلوك. وتمت أول مكالمة هاتفية بينه وبين مساعدته، وطلب منها الحضور لمكتب، ودي كانت أول جملة اتنقلت عن طريق التليفون في التاريخ. سنة 1882 بقى بدأت المسألة تتطور شوية، واخترعوا تليفون بيتعلق كده على الحيطة في حامل لسماعة، مش سماعة بتستقبل وعمود اتصال، بيتم عن طريق العمود ده مع مزود الخدمة اللي بيحول المكالمة للجهة المطلوبة، وسموها هنا الهاتف الشمعي. سنة بقى 1919 اخترعوا تليفون بيتصل بالرقم المطلوب مباشرة من غير ما نحتاج لمحول مكالمات أصلا. سنة 1928 بقى دي كانت أول مرة يخترعوا تليفون تقدر تشيله كامل كده في إيدك، يعني حتة واحدة. سمعوا المايك مع بعض وسموه هاتف دائري. سنة بقى 37 طوروا التليفون ده وضافوا ليه قرص بيطلع صوت وجرس لما يرن، عشان لما حد يتصل عليك في البيت تعرف إن في حد أصلا بيتصل. سنة 73 كانت سنة مختلفة جدا، غيرت منظور الهاتف عموما. ازاي بقى؟ اولا ضافوا له زراير كده عشان يسهلوا حكاية طلب المكالمات دي بدل ما يقعدوا يدوروا الكورس للآخر، وده اللي كان في معظم البيوت ساعتها. وفي نفس السنة جه العالم الأمريكي مارتن كوبر باختراع الهاتف النقال، طبعا اللي هو ثورة حرفيا في عالم الهواتف. هاتف اللي هو المحمول دلوقتي اللي في ايدك، اللي انت بتشتغل بيه من عن بعد ده من غير سلوك، وبيتم إرسال موجات كهربية عن طريق الهواء عن طريق أجهزة الميكروف المثبتة في مساحات معينة كده، في مساحات معينة فيه. في تسعينات القرن الماضي بقى احتكرت شركة موترول ونوكيا سوق الموبايلات في العالم، وكانت الأفضلية في بعض الأوقات لموترول، وطرحوا عدة موبايلات زي موترول ستار تاج. أما نوكيا بدأت بموبايلها 9000، وبعد كده تبعته بنوكيا 8810، ولكن المميز كان 7110. ده أول تليفون يقدر يستخدم الإنترنت عن طريق بروتوكولات التطبيقات اللاسلكية اللي هي ويب، ويقدر يتصفح الإنترنت ويقدر يرد على بريد الهاتف الجوال كمان. سنة بقى 1999 بدأت بلاك بيري تطرح أول أجهزتها المحمولة في الأسواق، وده تميز بلوحة كتابة سهلة جدا ونظام عمل سريع ومتطور. وفضل تقريبا بلاك بيري هي اللي واكلة السوق كله لغاية 2007. ساعتها بقى شركة أبل أو طرحت أول جهاز آيفون، طبعا الجهاز اللي احنا كلنا مبهورين بيه لغاية النهاردة. ايفون دخلت المنافسة في عالم الهواتف الجوالة، وبعد كده المنافسة بقت قوية جدا والتوع بقى كبير وخصائص الهواتف بقى كتير جدا وكله بينافس كله. وطبعا يعني معظمنا ان لم يكن كلنا منبهرين بالايفون وعايزين نشتريه. بس مش ده موضوعنا بقى. احنا بدأنا معاكم قصة التليفون من اول ما اتعمل لغاية النهاردة عشان نوصل لنقطة معينة. الهاتف الصور، ايا زي ما سمعت كده هو صور بتلبس في الايد، هيكون بديل للهاتف تماما وجهاز الكمبيوتر كمان. انت متخيل انك بعد ما كنت بتحط الجهاز على ودنك وبتتكلم دلوقتي هتبقى لابس اسوره في ايدك وتتكلم وتبعت مسجات لاصحابك وتبعت ايميلات شغلك؟ انت طبعا لحد دلوقتي مش متخيل. طب يا عم، هتقول لي طب حجمه هيبقى قد ايه؟ انا عاوز شاشه كبيره، عايز اشوف عليها فيديوهات، عايز اعمل معرفش ايه. هقول لك الشاشه دي هتكون ايدك. ايوه، هو بيحول بشرة ايدك للوحة ذكية شغالة بالتاتش، يعني بدل ما كنت بتحرك صوابعك على شاشة موبايل هتحرك صوابعك على جلد الساعة بتاعتك، الساعد بتاعك، اللي هو يعني حرفيا كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. انت هنتحول كده كأننا في فيلم ماتريكس، فيلم مثلا في المستقبل. هم دول اللي بيحاولوا يوصلوا النهارده.
الشركة أطلقته تحت مسمى سيكريت، ولسه مش عارفين هينزل الأسواق إمتى. في نسخ تجريبية نزلت، بس النسخة الأساسية لسه تحت التطوير.